كان يا مكان، نحكي ولا ننام؟ طبعا نحكي، يلا نحكي. يوم احنا كان في عنا عيد عيد مش عارف شو ايش، بس بيجوا الناس عند بعض هيك وبعيدوا على بعض، كل عام وانتم بخير ومش عارف ايش وهيك. اجوا دار عمي، اجوا قعدوا عنا بالبيت. هسه ابن عمي بصفي، بس مش صف الثاني، يعني انا هذا بالصف وهو بالصف بالشعب الثاني. برافو عليك، الشعب الثاني. هسه بس هو شاطر، شاطر كثير. واحنا قاعدين هيك، قعدنا اكلنا كعك، بتعرف كعك العيد واشياء وبنحكي. ولا ابوي بيساله لابن عمي شو بدك تصير لما تكبر؟ قال له بدي اصير دكتور. بس عمي راح سالني انا، بقول لي وانت عمي شو بدك تصير لما تكبر؟ ايه ما بعرفش ايش بدي اجاوب، ما انا بحبش المدرسه، بكره المدرسه على الاخر. شو بدي اقول له؟ قلت له عمي انا بحبش المدرسه وبديش اصير اشي. قال لي عمي بينفعش، يعني لازم تصير اشي لما تكبر، بدك تتجوز ويصير عندك اولاد وبدك تشتغل وتجيب مصاري، لازم تصير اشي، مش مهم بتحبش المدرسه بتحب، لازم تصير اشي. عن جد عن جد استحيت. كيف هذا ابن عمي هيك؟ يعني حتى هو اقصر مني، كنت انا طويل، ما انا قليل طويل، وهو اقصر مني وهو عرف يجاوب، انا ما بعرفش اجاوب. قلت بعقلي خلص لازم الاقي اشي لما يسالوني اعرف اجاوب. كنت مره هربان من المدرسه، كان معي ليره، امي اعطتني اياها، ليره هاي زمان كان ليره، اعطتني ليره وام يعني مصروف. وماشي بالشارع هيك، ولا لقيت واحد ببيع بوظه هيك، حاطط قدامه هيك صندوق ومعلقه على كتفه، وبقول بوظه بوظه اللي عباله بوظه، بوظه اللي عباله بوظه. ايه كيفت، رحت لعنده قلت له عمو اعطيني بوظه. قال لي هات ليره بعطيك بوظه. كان معي ليره، طلت الليره هيك قلت له خد يا عمي هاي بوظه. اعطاني بوظه، اكلتها بسرعه، اكلتها بسرعه. قلت له عمو اعطيني كمان حبه بوظه. قال لي هات كمان ليره بعطيك كمان حبه بوظه. قلت له معيش. قال لي فيش ليره فيش بوظه. ايه شو بدي اعمل؟ قلت بعقلي لو اني انا بياع بوظه ومعي هذا الصندوق باكل بوظه قديش بدي وببلاش، عن جد. خلاص قلت بس اكبر بدي اصير بياع بوظه. بعدين هاي بدهاش تعليم ولا جغرافيا ولا حساب ولا شيء، شو بحط الصندوق هيك شو اسمه وبس بقول بوظه، لا بدي اتعلم ولا شيء. وبحبش المدرسه، انا بحبش المدرسه. رحت على المدرسه ثاني يوم، الشنطه تبعتي مش انا بحطها على ظهري، حطيتها من قدام، وصرت امشي بين الكراسي بالصف هيك، صرت انادي بوظه بوظه اللي عمال بوظه، اتمرن يعني. وصرت ابزع من الدفتر هيك ورق، واعملها هيك زي القرطاس، اعملها هيك وقال بوظه بوظه اتمرن عليها. ولما صار يسالوني شو بدك تصير لما تكبر؟ اقول لهم بدي اصير بياع بوظه عشان لما اكون عندي هذا الصندوق اكل بوظه قديش بدي وببلاش. وهيك ضليتني اجاوب لحد ما يوم بتعرف شو نازل شوي على السمسمية. حلو بياع البوظة. شكرا لكم انكم حضرتوا كمان حلقة من كان يا مكان، نحكي ولا ننام؟ طبعا نحكي. وعشان تحضروا كمان حلقات اكبسوا على السبسكرايب او على اللايك، وهيك بصير تصلكم الحلقات وتحضروا اكثر واكثر. والى اللقاء في قصة جديدة احلى من الاولانية. الى اللقاء.